السلام عليكم، انا اخوكم عبد الله طارق، حيكم جميعا. شوفوا هذا الموقف الحلو، حاليا منتصف الليل، ضيوف واقفين خلف الباب، كل يوم يجون صباحا وليلا. هاي الكلاب ارواح مسكينه، عالجتها من الجرب، وهناك كل يوم تنتظر لي ليلين امام البيت حتى اقدم لهم الطعام لوجه الله تعالى. وهاي الكلاب لديها جراء صغيره، اتمنى الناس تراعيهم وما حد ياذيهم. وهاي الكلاب مخلوقات مسكينه، دائما اشوف الناس تضربهم وتقتلهم وتسممهم، والسبب غير معروف. وتعرفون الأمهات المرضعة تحتاج إلى أكل مستمر، وحاليا أخذت الكلاب متجه على مكانهم، وجمعت لهم طعام أجنحة دجاج كميات كبيرة تسد حاجتهم، والكل ياكل ويشبع بعيد عن الناس وأذيتهم، ياكلون بسلام. أتمنى الناس ما تعتدي عليهم وتتركهم يعيشون بسلام، وضعت لهم الطعام بالقرب من صغارهم. أتمنى بقايا الطعام الزايد قدموها للقطط والكلاب، والأجر كبير وعظيم عند رب العالمين. وهاي المساكين من فترة طويلة معتادين علي أطعمهم من كانوا صغار، وخلصتهم من الجرب كان ماكل جسدهم عن طريق كبسولة برافيكتو مخصصة لهذا المرض. وهذا الكلب شكله يشبه البوليسي، منذ الصغر انقذته، ما ياكل، فقط اكل معلبات. رغم تعرفون اكل القطط والكلاب جدا مكلف، لكن هاي الارواح صامتة لا تتكلم من الجوع، وعند الالم هم كذلك تبقى صامتة. اتمنى تساعدوهم وتراعوهم بالمياه والطعام، وبالنهاية الاجر عظيم عند رب العالمين. ارحموا ترحموا، في امان الله، ورب يحفظكم جميعا.